ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ تاني حلقة. الشيطان الذي أحببته أهو. الشيطان الذي أحببته، أو يعني الشيطان اللي كارك هيرجعني أحبه تاني، أو لأ. أو أنا بصراحة يعني بحب النادي ده من 2013، يعني من بداية النكسة، وهفضل أقول كده. يعني كل فيديو هتلاقيني بعيد نفس القصة. ليه؟ لأن أنا واحد شجعت اليونايتد بعد الحقبة التاريخية بتاعته، لسه ما شفتلوش حاجة. هتقولي بقى دوري اوروبي في 2018 ولا مش عارف 2000، لا كل ده بالنسبه لي في الزباله. لسه ما شفتش النادي ده حاجه، لسه ما شفتوش بيرفع بريمير ليج، لسه ما شفتوش بيرفع دوري ابطال، لسه ما شفتش الكلام ده. فهو الشيطان الذي احببته. تالت مكسب على التوالي. اللي اتفرج على الحلقه اللي فاتت هيلاقيني بقول ان انت عادي جدا جدا تكسب ارسنال والسيتي، ووارد انك تتعثر قدام فولهام. قلت كده، يعني الحلقه اللي فاتت هتلاقيني قلت كده بالظبط. وده اللي كان هيحصل، وده اللي كان هيحصل، وكنت هتتعثر. بس يعني الفيرجي تايم ليها رأي تاني. وماتش بصراحة كان هيبقى حرام لو كان خلص 2-2، لأن أنت فولهام حرفيا هي ما وصلتش عليك غير بالكورتين دول. وفي غلطة وقع فيها كاريك النهارده، نفس الغلطة دي روبن أموريم وقع فيها الموسم ده أكتر من 3 أو 4 مرات. وهي إيه؟ لما بيخرج كاسيميرو. يا جماعة كاسيميرو فورمة حاليا. كاسيميرو راكب فورمة مش طبيعية، مش طبيعية. هو بجد بيحزننا عليه. يعني انت طالع بتحنسنا. يعني انت معانا بقالك 4 سنين. ده احسن موسم ليك معانا، ده افضل واقوى موسم ليك معانا، اقوى من اول موسم ليك. فليه؟ ليه؟ وطلعت اعلنت انك مش هتجدد وهتمشي فري. طب يا عم بتحببنا فيك ليه؟ كاسيميرو السنه دي لا يقارن، بجد لا يقارن باي سته في الدوري. روبن اموريم عملها في 3 او 4 ماتشات. اول ما كاسيميرو ما كان بيخرج انت كنت بتفقد السيطره على نص الملعب، وحرفيا خط دفاعك بيبقى مستباح، وبتلبس جون. ساعات بيبقى جون هزيمه، وساعات بيبقى جون تعادل. اوجارتي بعيد قوي 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 عن ان هو يكون لعيب كوره. مش هقول لك على ان هو يكون نص ملعب في نادي زي مانشستر. يعني خروج اوجارتي في الصيف ده بالنسبه لي صفقه. يعني انا يوم ما اشوف اوجارتي ده في نادي اتعاقد معاه وخده، ده بالنسبه لي صفقه. فانت حرفيا السيزون الجاي ولا هيبقى عندك كاسيميرو، وكده كده اوجارتي ان شاء الله غير في داهيه. فانت صفقه اليوت اندرسون لوحدها مش كافيه. يعني انت لو خلصت اليوت اندرسون بتاع نوتنجهام فورست دي لوحدها مش كافيه. الراجل ده هيبقى محتاج له بديل قوي، لان هو لو صعدت ان شاء الله تشامبيونز ليج هيبقى في ضغط ماتشات مش طبيعي، هتبقى بتلعب في 4 بطولات. فاليوت اندرسون ساعتها مش هيعرف يشيل نص الملعب لوحده. ف انا بالنسبه لي دي صفقه ضروريه، ولازم معاها صفقه كمان بديل ليه، عشان تعوض واحد زي كاسيميرو اللي حرفيا كل ماتش هو بيطلع فيه الاداء بيتحول. بحس ان احنا بقينا ساوثهامبتون، ده بجد. فدي غلطه وقع فيها كاريك النهارده، بس انا متفاهم ان هو خرجه عشان الانذار وبتاع ومش عارف ايه، وعندك لسه ماتش توتنهام، فانت خايف ان انت ياخد انذار تاني. وكل عارف كاسيميرو ما بيفرقش معاه، بينسى اصلا ان هو واخد انذار وبيخش تدخل غبي. هوب الانذار التاني طرد، شكرا. والماتش الجاي ماتش توتنهام. ف انا متفاهم ده، بس يعني عندي كان، يعني انا بالنسبه لي كان عندي احسن انزل ليني يورو او هيفن سيرد باك، واطلع ليساندرو مارتينيز 6 عادي جدا. هيلعبها احسن من اوجارتي. بس يعني ما علينا. ليمنس النهارده ما يتسالش على الجونين. الراجل ده حرفيا لما الماتش عقرب هو كان شايلك. هو كان شايلك. كان ممكن فولهام تجيب 3 او 4 تجوان صعبين، صعبين على اي حارس. الراجل النهارده شال كذا كوره بكل سهوله. برونو، يعني برونو بجد يا جدعان، يا جدعان الراجل ده قسما بالله لو بيلعب في نادي تاني غير اليونايتد، الراجل ده لو بيلعب في السيتي قسما بالله كان معاه 2 بالون دور. انا بأقسم بالله الراجل ده لو بيلعب في ريال مدريد 2 بالون دور، 3 بالون دور على الاقل. قبل ما تفتح بقك وتتكلم على برونو خش شوف ارقامه. ما تشوفش ارقامه، اتفرج بعينك، شوف مجهود الراجل في الملعب.
يا جدعان مفيش لعيب في العالم بيعمل اللي برونو بيعمله ده. الراجل ده فوق النقد، يعني انت ما ينفعش تتكلم عنه، ما ينفعش اي حد في الدنيا يتكلم عنه، ما ينفعش تقارنه باي حد. الراجل ده قسما بالله انا هو بشجع مانشستر وبقول لك الراجل ده اتظلم ان هو معانا. الست سنين اللي برونو قعدهم معانا دول كان ممكن يعمل فيهم تاريخ لو في نادي مثلا زي السيتي او في ريال مدريد. بص يا عم لو في فرقه في الدوري الايطالي هيعمل معاه تاريخ. فوق النقد، ما ينفعش تتكلم معاه. اخر حاجه، كونيا ومبويمو. اللي برضو عارفني واتكلم معايا كتير عارف ان انا من اول السيزون امبويمو قدم ورق اعتماده، بس انا كنت دايما بشيد بكونيا. طب الراجل قعد ستريك 8 9 ماتشات بدون تسجيل، كنت بشيد بكونيا. مش بقلل من امبويمو خالص، الاتنين بالنسبه لي بيكملوا بعض، بس كونيا عنده حاجه مش موجوده عند امبويمو. امبويمو ما يقدرش يخلقك يحطك قدام الجون. يعني امبويمو محتاج لعيب بيحتاج المنظومه تخدم عليه، زي ما كان في برينتفورد كنت هتلاقي المنظومه كلها بتلعب عشان خاطر امبويمو. زي صلاح في الليفر من زي صلاح في الليفر طول عمره، بعيدا عن السيزون ده يعني ان محدش بيخدم عليه خالص. زي صلاح في الليفر ده امبويمو. هل دي حاجه تعيبه؟ لا، هي حاجه ما تعيبوش خالص خالص. لو الفريق فايق، لو الفريق فيه وينج ومهاجم وصانع العاب تقال، امبويمو هيطلع كل سيزون مثلا اوفر اول في كل البطولات ب 25 جون على الاقل. فهي حاجه ما تعبوش. انا بحب كونيا اكتر ليه؟ لان كونيا اللعيب اللي قادر يطلعك من ضغط اي فرقه في الدنيا. انت بتلعب سيتي، بتلعب ارسنال، بتلعب استون فيلا في الفيلا بارك، بتلعب اي فرقه مهما كان حجمها ضغطك وزنقاك، مين اللعيب اللي قادر ان هو ينقلك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه دي؟ كونيا. طب مين اللي قادر يخلق لك فرصه من مفيش؟ كونيا. طب مين اللي قادر بتحركاته الغير مدروسه او العشوائيه اللي انا ما بفهمش تحركات كونيا، انا ما بفهمش هو بيلعب ايه. يعني انا كونيا لحد دلوقتي اتفرجت عليه هو 3 ماتشات مع كاريك. الراجل انا مش فاهم هو يعني وانت منازل بيقول له ايه. انا هجمه بلاقيه جناح شمال، هجمه بلاقيه هو المهاجم، هجمه بلاقيه هو الجناح اليمين، هجمه بلاقيه مبدل مع برونو. في لا مركزيه فشيخه الراجل ده بيعملها. فهل كاريك مساعده؟ اكيد كاريك مساعده في ده، واكيد كاريك اللي عينه شايفه ان ده كونيا، فانا هديله الحريه دي. لان الراجل مع وولفز كان كده، كان هو المحرك الاساسي بتاع وولفز. فانا بحب كونيا، وبالنسبه لي انجح صفقه ممكن تكون اتعملت في النادي ده من يناير 2020 لما جبنا برونو. انا بالنسبه لي كونيا هي انجح صفقه اتعملت لحد وقتنا هذا. وبالنسبه لي انجح من صفقه امبويمو. مش بقلل من امبويمو، بالعكس انا بعشقه، بس انا بالنسبه لي كونيا بيعمل حاجات مفيش لعيبه كتير تعرف تعملها. بيقدم لك حاجات في الملعب مفيش لعيبه كتير تقدر تقدمها. الراجل ممكن يقعد 4 5 ماتشات ما بيجيبش جوان او ما بيساهمش، بس لو عينك بتتفرج هتعرف ان اغلب الاجوان اللي انت هتدخلها هتبقى بسببه. بالظبط فيرمينو في ليفربول، مع اختلاف المراكز ان فيرمينو كان سترايكر، كونيا مش بيلعب سترايكر مع اليونايتد، بس هو في وولفز كان بيلعبها. الراجل ده كده، الراجل ده لاعب منظومه، لاعب بيخدم المنظومه، بلس بقى ان هو ايجابي على الجون قوي. يعني الراجل ده السنه اللي فاتت قبل ما يجي كان اكتر لاعب في البريمير ليج شايط كور على المرمى من بره ال 18، ودي حاجه كانت ناقصه اليونايتد. الجون بتاع ارسنال كان بقالنا كام ماتش ما جبناش جول زي ده، او بقالنا السنين اللي فاتت دي كلها فين وفين على ما بتجيب جول زي ده، ولو جبته بيبقى برونو اللي جابه بس. فدي نقطه، الشوط كتير والمحاولات الكتير على المرمى، وان هو طماع، ودي حاجه حلوه. انت بتحتاج لعيبه من النوعيه دي زي جرين وود. لما كان طماع كانت الناس بتتضايق منه، بس يا جماعه مهاجم زائد تحركاته زائد مهارته. يعني الفاول اللي هو جابه النهارده ده، طب ما ده الجون الاول ده 100% يتحسب له كله. لو كانت جت ضربه جزاء كانت تتحسب، كان السوكسيه هيروح له. حتى الفاول هو نجم، هو اللي عمل اللعبه من ايه؟ من مفيش، 1 على 1 قادر يعدي من اي حد. فانا كونيا الراجل ده لازم ياخد حقه 100%. لعيب صغير، لعيب برازيلي، لعيب عقليه فشيخه عكس كل البرازيليين. ماتشين زي ماتش السيتي وارسنال
يبدا على دكه الاحتياطي وهو نازل بتلاقيه نازل كله حماس ومش قالب وشه ومش متضايق. النهارده هو بيتبدل ومبويمو كان في الملعب واماد ديالو في الملعب خارج مبسوط وسلم على كاريك وحضنه وحيا الجمهور. الراجل برازيلي بس بجد انا عقليه لاعب مش برازيلي، دي مش عقليه لعيبه برازيليه. فانا من هنا بقول ان انا بعشق كونيا. تالت حاجه بقى ودي الاهم، ان انا حاسس ان الواد المعفن اللي هو الانجليزي ده قرب يستحمى، الواد الاهطل اللي هو اللي مربي شعره بقاله مش عارف سنه وقد ايه دوت، وحالف ان هو ما يحلقه غير بعد ما اليونايتد يكسب 5 ماتشات ورا بعض ستريك. حاسس ان هو خلاص قرب يحلقه. ماتش توتنهام اللي جاي هوم، بعدها ويست هام اواي. انا اقول لك حاجه وافتكرها ماشي، انا مش خايف من توتنهام. والله ما خايف من توتنهام، انا خايف من ويست هام اواي ونونو سانتو. والله العظيم انا ما خايف من توتنهام. انا بصور الحلقه دي دلوقتي بين شوطين ماتش توتنهام والسيتي، اقسم بالله السيتي ماسكينهم غسيل ومكوى. انا مش خايف من توتنهام، انا عارف ان على ما يجي ماتشنا في اصابات هتكون رجعت فان ديفين ومش عارف مين، بس عادي انا مش خايف من توتنهام، انا خايف من ويست هام. فالواد ده، الواد المعفن ده، لو كسبنا توتنهام وجينا اتعثرنا قدام ويست هام الماتش الخامس بجد يبقى المشكله فيه هو، يبقى احنا مش هنكسب 5 ماتشات ستريك ورا بعض بسبب الواد ده. ولازم بقى ساعتها حد تقيل في النادي يتدخل ويحلق له. بس رابع حاجه والاخيره، سبحان الله، الاخ الكبير الاعلامي احمد عفيفي طلع في فيديو في بودكاست من يومين، قال انا وانا بتفرج على اليونايتد ما بحسش ان النادي ده ليه هويه، او ما بحسش ان انا لما بتفرج على حاجه تانية النادي اي نادي بيعملها اقول دول بيفكرني باليونايتد. النادي ده ملوش هويه. يعني انا مش عارف ارد اقول ايه، بس ماتش زي النهارده ده بتلعب فولهام وكل حاجه، بس ماتش زي النهارده ده في مليار سبب، في مليار حاجه اقدر اعرفك بيها هويه اليونايتد. بس ماتش زي النهارده ده، الجول القاتل في الدقيقه 94، الفيرجي تايم اللي اتسمت فيرجي تايم بسبب اليونايتد، دي هويه النادي. لما النادي ده يبقى اكتر نادي في تاريخ بريطانيا مسجل اجوال بلس 90 وحصد نقط بلس 90، مش جول عادي يعني، مش مثلا يبقى كسب 4-5-0 وجاب جون في الدقيقه 90 ده بلس، لا هو حسم نقط في البلس 90 وحسم بطولات في البلس 90. ميونخ، يونايتد وميونخ في سنه 99 في الكامب نو، النهائي الشهير، جونين في الدقيقه 91. فدي هويه النادي، دي هويه النادي ان هو مازال لحد النهارده اكتر نادي في انجلترا جاب اجوال وحسم نقط في البلس 90. دي جزء من هويه النادي. لما واحد زي جوارديولا اخد 3 دوري ورا بعض اتقال ده جوارديولا بقى عامل هيمنه زي بتاعه مانشستر اللي كان السير عاملها. ما هي دي هويه النادي، ان هو لما حد عمل انجاز زي ده اتقارن باليونايتد اللي ما عملهاش مره، عملها اكتر من مره، ان هو ياخد 3 دوريات ستريك ورا بعض. هويه النادي دي حاجه مفقوده حاليا في اللي انا هقولها دي، بس هي طول عمرها كانت موجوده، بس دي مش في اليونايتد بس، دي في العالم كله. ان هو كان اكتر نادي بيعتمد على الاكاديميه بتاعته قبل بقى اللمسيه ما تبقى كده، وقبل بنفيكا وقبل الكلام ده كله. كان كل سنه اليونايتد بيخش ب 11 لاعب، في 7 منهم على الاقل لعيبه الاكاديميه. جيل الكلاس اوف 92 اللي جاب دوري الابطال سنه 99 كان كله من الاكاديميه. فانا مش عارف ازاي انا كاعلامي كبير مشهور اطلع اقول حاجه زي دي، ان انا بتفرج على اليونايتد ما بحسش ان هو ليه هويه. يعني ايه هويه اليونايتد؟ لا، اتفهم لو انت قلت اليونايتد حاليا، دي اتفهمها، اليونايتد حاليا نادي بلا هويه. لكن انك تقول انا بتفرج على انديه مثلا عمري ما كنت بتفرج على ماتش وقلت النادي ده بيفكرني بهويه اليونايتد، لا، هو انت اصلا مفيش نادي هيفكرك، لان اليونايتد كان بيبنيه مع السير في 20 سنه، هو مفيش نادي تاني في التاريخ هيقدر يبنيه. لما الراجل ده في 20 سنه ياخد 13 دوري ويخسر 7، اخره يعني اوحش مركز فيهم كان مركز ثالث،
ويخسر دوري بفرق نقط، ويخسر دوري فرق جول، ففرق نقطه قصدي، يخسر دوري فرق نقطه ودوري فرق جول. فانت بتتكلم ان دي حاجه مش هتحصل، مش هتتفرج عليها، مش هتشوفها. ف يعني انا مش عارف بصراحه هو كاعلامي كبير مشهور قال كده ازاي، بس يعني ما علينا. ده كده فيديو النهارده عن ماتش فولهام، وعن الواد المعفن، وعن تصريح عفيفي. وان شاء الله نتقابل تاني بعد ماتش توتنهام، واحنا بنتكلم على الانتصار الرابع على التوالي. و يعني ان شاء الله حلقات كتيره في سلسله الشيطان الذي احببته. كان معاكم احمد خالد، سلام.